السلام عليكم ورحمة الله. كنتمنى أنكم تكونوا في أحسن الأحوال. اليوم بمشيئة الله غنشارك معكم وصفة اللي غتنفعنا بزاف في هذا البرد. مكونات بساطين في المتناول. كنحضروا وصفة صحية ياكلوها الكبار والصغار، كتفيد ضد نزلات البرد. المهم أنها سهلة وسريعة. ما تنساوش أنكم إلا كنتوا كتحضروها في البلد ديالكم أو في المدينة ديالكم ذكروا لنا اسم الوصفة في التعليقات. على بركة الله ندوزوا المقادير وكيفية التحضير. واول شيء غنبداو به كناخذوا الفول، وهذا الوقت ديالو الحمد لله متوفر. غادي نحيدوا له هكا هاد الجوانب ديالو اولا داك الخيوط اللي كيكونوا مع الجناب، وغادي نقطعوه هكا لطريفات صغارين يكونوا مربعين ولا كيف ما بغيتو، اولا قطعوهم بالقطاعه كيف ما بغيتو. بالنسبه للحبات اللي كيكونوا غلاضين فغادي تحيدوا غير داك الحبات الدخلانيين ديالهم، ما غاديش تستعملوا حتى القشور الخارجيين. والفول الا كان طري ممكن انكم تستعملوه كامل، تقطعوه لمربعات صغارين. ومن بعد ما كملنا الفول اللي طريه قطعتها واللي كبيره كنحيدوا لها داك القشره الخارجيه وكنخليو غير ديك الحب الداخلي. غسلته المره الاولى والمره الثانيه، ومن بعد كنديروه هكا في الشبيكه وكنخليه كيقطر شويه. من بعد انا خديت كسكاس درت فيه داك الكميه ديال الفول. بالنسبه للكميه ديال الفول اللي عندي انا هنايا درت كيلو ديال الفول بالضبط. ممكن انكم تستعملوا كميه اكثر الا بغيتوا يجيكم مذاق الفول غالب، وممكن تستعملوا كميه اقل. هنايا خديت برمه درتها فوق النار وخليت داك الماء تسخن، ودرت من فوق منه الكسكاس وكنغطيوه وكنخليو الفول حتى كيدخل ليه الطياب. ومن بعد ما خليته واحد المده رجعت ليها. نتوما كيف ما كتلاحظوا كنهز هكا الفول كنقلبو كنلقاه بان طاب مزيان. صافي غادي نحيدو من فوق النار ونطفي النار. كندير داك الفول في واحد الاناء، ومن الافضل انه يكون ديال الانوكس. تفادوا انكم ديروا الحاجه سخونه في بلاستيك. انا الفول كيحمقني ناكلو هكا مفور حب. المهم كيف كتشاهدوا غادي نبدا نمعس داك الفول، اولا نبقى نضغط عليه هكايا حتى غادي يتمعس ليا. الا بغيتو تمعسوه بزاف ممكن بغيتو تخليو داك الحبات ديال الفول يبقاو باينين شويه اللي بغيتو. فانا راه عجبني الحال ونسيت راسي وبقيت كنضغط على هاد الفول مسكين حتى رديتو زعلوق. وغادي ندوزو للمرحله الثانيه. هنايا بالنسبه للسميده عندنا هادي السميده الغليظه، وعندنا هذه البلبوله الرقيقه ديال الشعير. حتى هذه صحيه وزوينه كتجي. اللي بغى يستعمل هذه ممكن، واللي بغى يستعمل هذه السميده الغليظه اللي كنستعملوا باش كنحضروا اولا كنفتلوا الكسكسو ممكن. اللي عجبتكم فيها ممكن انكم تستعملوها. انا غادي ندير هذه هنايا راه ما كاملاش 200 غرام، يعني قل من 200 غرام اللي استعملت، لان راه غادي يزيد يضاعف الحجم ديالها. وصافي باش تجيني هي هذيك مع الكميه ديال الفول اللي عندي. كنبداو نرشوا السميده وحنا كنفتلو بيدينا هكايا. كل مره كنبقاو نرشوا بشويه ديال الماء وكنفتلو بيدينا. بالنسبه للسميده الغليظه هانتوما كي كيكون الشكل ديالها راني رشيتها بزاف، ماشي مشكل الا رشيتوها فوق القياس. حنا اصلا باغي نرشوها بزاف لان غنوليو نرشوها بهاد الحمراء رقيقه. كنظن ان كلشي كيعرفها الشكل ديالها. كنرشو هذيك السميده وكنبداو نكسكسو اولا كنلفو داك الحبيبات ديال السميده مع داك الحمراء باش كتلبس لينا داك الحبيبات السميده بالحمراء وكتغلظ لينا الحبه. ضروري اننا بغينا نتحصلوا على طعام يكون غليظ ويكون ملبس بهاد الحمراء كامله. كيف سبق لي وذكرت الا بغيتو ديروا البلبوله الرقيقه ممكن انكم ديروها. الا بغيتو ديروا البلبوله الغليظه يعني بلا ما تحتاجوا تفتلوها ممكن حتى هي راه كيجي او كتجي الوصفه زوينه بها. انا غنحاول هنا ما غاديش نسرع لكم المقطع، غنخليه يمشي غير بشويه وانتم كتشاهدوا الفيديو والصوره كتوضح نفسها. وهنايا غادي نزيد نرشو واحد شويه لان جاوني الحبات رقاقين ديال الطعام. فما تخافوش واخا فتلتوه ممكن انكم توليو ترشوا بشويه ديال الماء وكتوليو ترشوا الحمراء وتفتلوا حتى كتلقاو ان الحبات عندكم شويه غلاضين. صافي غادي نستمر بهذه الكيفيه هذه، نرش عليه شويه ديال الحمراء وانا كنفتل حتى يتلبسوا ليا داك الحبيبات ويغلظوا معايا شويه. وكيف كتشاهدوا ها الشكل ديالو كيجي مفتول، الحبه عازله اختها، ما احتاجينا دوزنا لا في غربال غليظ ولا حتى شي حاجه. هانتوما كيجي مفتول. الان غادي ندهنوه بواحد شويه ديال زيت الزيتون اولا زيت نباتيه اللي بغيتو دهنوه به. ومن بعد كناخذ الكسكاس وكنديرو في الكسكاس وكنردو فوق النار كنخليه حتى كيطلع فيه الفار مزيان. من بعد ما كيطلع الفار مزيان غادي نحيدو من الكسكاس
وغادي نديرو في قصعه كنرشو بالماء، كنبقى كنرش حتى كيتشرب ليا الماء مزيان. من بعد غادي نخليه حتى كينشف من داك الماء واحد شويه، ومن بعد غادي نرجع ليه وغنولي نديرو في الكسكاس، وغادي نردو تاني فوق النار يتفور ليا للمره الثانيه. واكيد حتى هاد المره كنخليوه يتفور مزيان ويطلع فيه الفار ويعاود عده مرات. وهذه كتكون اخر تفويره للطعام، لذلك خصنا نفوروه مزيان. من بعد كنضيف عليه داك الفول اللي كنت معس من قبل، وغادي نضيفو عليه كميه من الملح، ودائما الملح على حسب الذوق. وهنا كنديروا كميه ديال القزبر ومعدنوس اللي عندي مطحونين مزيان. بالنسبه للكميه كتبقى على حسب كل شخص، اللي كيبغي الربيع ممكن انه يكثر، واللي ما كيبغيش ممكن انه يدير كميه قليله. انا درت مهم كميه متوسطه. من بعد غادي نضيف الثوم. انا بالنسبه للثومه هنايا عندي محضرها في المجمد مسبقا، طحناها مع شويه ديال زيت الزيتون. هنايا راه استعملت تقريبا واحد 4 ديال الدروس او اكثر ديال الثومه. هنا في هذه الوصفه هذه كل ما درتو الثومه مزيان كل ما كتكون مزيانه نزلات البرد. فاللي كيبغي الثومه يكثر، اللي ما كيبغيش الثومه بحالي يكتفي غير بهذه الكميه هذه، راه ما كتجيش باينه. وهنايا ضفت الكمون، وكنديروا كميه كثيره من الكمون. كذلك بالنسبه للحار اللي كيبغيه ممكن يضيفه، واللي ما كيبغيش يستغنى عليه. ضفت كذلك كميه من زيت الزيتون، وكميه كنديروا لا باس بها. كذلك اللي بغى انه يضيف شويه ديال الزعتر مطحون اولا شويه ديال فليو مطحون، حتى هما زوينين بزاف ومفيدين في هذه الوصفه هذه. تاكلوها هكا في العشيه، راها مفيده لنزله البرد وتقويه المناعه اكيد. صافي غادي نحرك المكونات اولا غنخلط المكونات كاملين باش يندمجوا لينا مع بعض. وبالنسبه لهذا الربيع راه ما كنوليوش نطيبوه مره واحده اخرى. وهاد الثومه صافي الوصفه كتقدم كما هكا، يعني الربيع كيكون طري، الثومه كذلك باش كتبقى في الفعاليه ديالها وكتعطي النتيجه ديالها. وقبل ما كتقدموها الا بغيتو ترشوا عليها هكا شويه ديال القزبر ومعدنوس من الفوق مقطعين، كذلك كتزيدوا واحد الكميه اخرى من زيت الزيتون اللي بغى يضيف، لان كيف كتعرفوا راه زيت الزيتون صحيه ومفيده جدا للجسم. صافي وكتقدموها للعشيه هكا اولا في العشاء، ولكن في وقت مبكر شويه الواحد ياكلها. ما تنسوش انكم تشاركوا معنا في التعليقات اسم هذه الوصفه هذه اللي كتحضروها في مدينتكم اولا في البلد ديالكم. نتمنى ان الفيديو ديال اليوم يكون نال استحسانكم. ما تنسوناش فضلا منكم لايك للفيديو وشاركوه مع الاهل والاصدقاء وعبر كل مواقع التواصل الاجتماعي. كذلك الا كنتي اول مره كتشاهد القناه ما تنسوش انكم تضغطوا على زر الاشتراك وتفعلوا الجرس، ثم تضغطوا على كلمه الكل باش يوصلكم الاشعار بجديد الوصفات. غتلقاو في اخر هذا الفيديو وصفات اخرى نتمنى انكم تشاهدوها وتنال اعجابكم. دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله.